تسعى بعض القوى المعادية لدول المنطقة لجر الجزائر إلى مستنقع الصراع داخل النيجر بينها وبين الانقلابيين، بدل أن يتم جرها كدولة تسعى لحلحلة الأزمة دبلوماسيا واقتصاديا كما كان عليه الحال في الأزمة المالية بينها وبين حركة الأزواد، بعدما نجحت الجزائر في حقن دماء المدنيين برعايتها لوساطة أصبحت مرجعا سياسيا في مالي ومنطقة الساحل ومنفذا دبلوماسيا بدل الإجراءات الأمنية والعسكرية التي لوحت بها القوى الغربية على غرار فرنسا. وفي سياق التطورات الأمنية في النيجر لا يمكن لأحد أن ينفي وجود قلق متزايد في الجزائر بسبب الأوضاع الأمنية الخطيرة والحدود الجنوبية الملغمة التي تحيط بالجزائر، مما أضحى لزاما على صناع القرار في الجزائر للتدخل بإجراءات أكثر صرامة لردع وصد المخاطر التي يمكن أن تنجم عنها المعابر الحدودية بينها وبين دول المنطقة على غرار النيجر. ويبرز تقييد الحدود كخيار لدى الجزائر لتأمين محيطها وسط تساؤلات حول ما إذا كانت ستطبق الجزائر تقييد حدودها على دولة النيجر. في هذا الصدد كشف وزير الخارجية والجالية الوطنية في الخارج أحمد عطاف أن الجزائر لديها تحفظات قوية حول تقييد الحدود مع مالي والنيجر. وأوضح أحمد عطاف في حوار مع صحيفة واشنطن بوست أن السكان على الجانب النيجيري من الحدود يأتون إلى المستشفيات الجزائرية لتلقي العلاج. وأضاف: ويأتون إلى منطقتنا للتجارة والسياحة والسلع الحيوية. وتساءل كيف يمكنك تطبيق عقوبات على هذا الأمر تغلق حدودك وتقول لهم يجب أن تموتوا في الجانب الآخر، لا يمكنك الوصول إلى مستشفيات، من يستطيع أن يفعل ذلك؟ ولفت رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن الجزائر تتحفظ بقوة على هذا الأمر باعتباره عملا عقابيا ضد السكان في النيجر، وهو الخيار المستبعد في الوقت الراهن لدى صناع القرار في الجزائر.